الحكماء الشجرة المثمرة ترمى بالحجارة. طبعا هل هذا الشيء صحيح؟ بالنسبة لي الله أعلم، يعني على حسب نوع الرمي. يعني الشخص اللي محتواه سيء ما شاء الله الناس يرمون عليه حجارة، والشخص اللي محتواه جيد أيضا يرمى بالحجارة. فهي على حسب رأيك أنت يا عزيزي وعزيز المشاهدة. هل ترى رمي الحجارة علي أنا كشجرة مثمرة أمامكم حق وصحيح ولا خاطئ؟ والله أعلم وأعلى وأدرى. خلونا نقرأ التعليقات. نبتدي بأول تعليق. زمان يغلد بندر الآن يغلد عاد، صومالي نجس. شو هالبداية هذه؟ بس دقيقة بدينا بهالتعليق. شوفوا انا بقرا التعليقات، الحكم عندكم صراحه. انا بقرا التعليقات، المقطع راي الناس عني. الصومالي يا اخي لا تذكر دول وتذكر ناس يا اخي. عادل صومال ما بندر، لا تذكر ناس يا اخي، الناس ما لهم دخل. انا سبني انا. هذا نواف الاسيوي نزل تغريده ما شاء الله جابت 3.6 مليون، محتواها انا وتقريبا دقيقه من المباراه الخيريه، وباين فيها يوم ضربت كرت الحكم. بسم الله خلونا نشوف اراء الناس في التعليقات. طبعا هم ما شافوا البث، ما شافوا المباراه، ما يدرون شو اللي صاير، على بالهم مباراه طبيعيه وانا ضربت ايد الكرت او الكرت طريقه غير محترمه. انا شخصيا لو اشوف المقطع هذا مو متابع شيء واشوف هذا الشخص، شوفوا معي هذا الشخص اللي مع هالقصه هذه ضارب يد الحكم ويطالع بالنظرات هذه، اقسم بالله لا اعصب طبيعي. بس خلونا نشوف من يصدق هذا المقطع ولا يتحرى الامور ويروح يسب، ومنو اللي راح يكتب اصلا المباراه كانت طقطقه وكذا. زنجي ملعون ثوى. صلي على النبي يا عجزت اتقبل ذا الانسان، بالعكس الفلا يعطي مباراه جو. الله يعطيك العافيه. الحمد لله في تعليقات طيبه الحمد لله يا رب. هو وسبيد ما ادري وش يبون، قثونا بكل مكان بالتصنع. والله يا هو مستفز بشكل لا يوصف. للاسف وجود العمالقه كره القدم مثل كاكا شتان بين حثاله المجتمع. حثاله المجتمع، صنعه المشاهدات الاطفال، وكاكا الذي اشتهر بلعبه الرائع وبقيمته الاخلاقيه. كاكا بقيمته الأخلاقية؟ دقيقة والله خل نشوف كاكا وقيمته الأخلاقية. دقيقة بالله دقيقة. كاكا وينك؟ ما شاء الله ما شاء الله قيمة قيمة أخلاقية. الله أكبر. صادق يا أخونا حسين. للأسف والله كاكا بالقيمة الأخلاقية. ما شاء الله عرفنا قيمك الأخلاقية الطيبة يا حسين. لا امزح يا جماعة ترى المقطع كله مزح. شوف ترى قاعد أتقبل سباتكم، تقبلوا استهبالاتي. أنا ما قاعد أستهبل. ما تتقبل استهبال تجدني أنا، ما تتقبل أنت. والله يا هو مستفز بشكل لا يوصف. عمار شوك يا اخوي عمار، صلي على النبي. انت شايف لك مقطع بدقيقه حكمت علي. لا تحكم على كتابي من غلافي يا يبا، لا تحكم كتابي من غلافي. توني شك من الخلاف. حمد طقوع بكل اختصار رد عليه بطل الدوري السعودي. الطقوع ذا اللي مو عاجبك مسوي حاجات للاخره، تحلم انك تسوي زيها وركز. اهدى وركز. شو رد عليه؟ طقوع وما طقع منه الا انت. يلا فارق لا تحشر نفسك. مشكله لما تكون تحاول تفهم ورع. يا جماعة الخير اقسم بالله شيء يحزن والله. يعني شكرا اول شيء بطل الدوري السعودي، والله شيء يقهر يا جماعة ان تصير مجادلات. انا اخوكم بالله. انا الحين مثلا انا نايم، واحد يسبني، يجي واحد متابع كفو يدافع عني، وتصير سب وشتم بين الاثنين. طب ليه؟ انا نايم قريت آية الكرسي ونمت، ليش تتهاوشون؟ ذنوبكم انا اتحملها. عشان كذا يا جماعة انا بقول اي واحد والله جد هذه شكرا لكل واحد قاعد يدافع عني في اي منصة او اي مكان، والله ما يحتاج. شكرا لك، لان ارضاء الناس غاية لا تدرك. شكلك ما تعرف ان هذا ملك التصنع عبر التاريخ، وهذه واحدة منها كمان. يعني انت على بالك الحين انا ضربت كرت الرجال، ضربت ايده متحمد، ما قاعد استهبل، وانا رجال متفق وياه وقاعد استهبل وقاعد يضحك بعد، معطيني كرت احمر في نهاية المباراة. الموضوع كله استهبال. قلت لكم اياها بداية المقطع. هذا المقطع ابو دقيقة الناس كلها راح تحكم عليه وراح يشقوا الله كريم. والله يسامحك يا نواف الاسيوي، صراحة هذا تصرف مستفز. صراحة ان هذه المباراة ودية خيرية، ولكن التصرف مستفز جدا جدا جدا. اخوي نواف اسالك بالله تابعت البث؟ وهل تعلم ان هذا الكرت ماخوذ نهاية المباراة؟ وهل تعلم المباراة كلها كانت عبارة عن مسخرة وهياط وتم خطفي من المباراة؟ ما هي مباراة حقيقية اخوي نواف، حرام عليك والله. انا ليش قاعد اقول الكلام هذا غير عن الناس اللي كاتبين تحت سبات اسوأ؟ لان كل هالسبات هذه والله انك تتحملها يوم القيامة، بس انا مسامحك. لان السبات هذه والهجوم هذا كله جاء من عندي والله من تغريدتك. ترى بتتحمل انت كانك مثل اللي مسوي ديوانية مجلس ومجمع عنده ناس يشتمون شخص. انت صاحب الديوانية والمجلس، ما تتحمل المسؤولية؟ تتحمل المسؤولية. هذا البسط هو بسطك انت. بس تدري شو، انا مسامحك والله اني مسامحك ومسامح الجميع. لا والله ليش تسوي؟ في واحد سب امي والله ما ادري ليش. تابعت المباراة. اوكي بسم الله تابع المباراة، خلنا نسمع. وللامانة كانت ماخذة طابع غير جدي. الله اكبر عليك، الله اكبر عليك. وقع الحق يا الربع. اللهم يا رب، اللهم يا رب وقع. شوف انت وياك. اسف قاعد
صارخ بس والله شيء يقهر، والله شيء يقهر. ماخذ طابع غير جدي واغلبها ضحك في ضحك، حتى في كم يوتيوبر دخل الملعب وسحب ابو فله وكان الموضوع اصلا غير جدي تماما، وهذه اللقطه واضح فيها انه يطقطق، حتى وقت التتويج كان مسوي انه يبكي والموضوع هدفه واحد وخيري بس، ومزح وطقطقه. ليش شادين؟ اخي روقها شوي يا اخي. انا متاكد مليون بالميه ان متابعين يا حول ولا قوه، يعني شاريه بفلوس مستحيل هذا، والله الموضوع هذا ما راح يخلص منه السنين. عنده فوق 30 مليون مشترك ومقاطع مشاهدات ما تتجاوز ال 5 مليون. يا جماعه بعطيكم الصراحه، في برنامج اسمه شراء المشتركين في قناه اليوتيوب، دفعت فيه 600 دولار تشتري مليون مشترك. صادني الرجال صادني. اشهد انك صدتني، اشهد انك صدتني انت وتحرياتك الاسطوريه. قال اسطوريه قال. ما بفهم كيف الناس بتحب شخص متصنع وممثل كبير من اجل المال. اسمع نور حبيبي، شكرا لك على كلامك، بس يعني اعقل العاقل بما يعقل. الجملة غلط. تقول لي ممثل كبير من اجل المال، يعني شوف خلينا ناخذ جملتك بعيدا عن كلامك صحيح ولا لا، ما راح اتناقش بالموضوع، بس احلى ممثل احبه خلينا نجي بعيد دولة. الممثل المصري، اول ما اكتب الممثل المصري المعروف راح لازم يطلع اسمه احمد حلمي، اسطورة الفن المصري. الممثلين طال عمرك، يعني الحين ناخذ تغريدتك. الممثلين، ممثل كبير من اجل المال، الممثل الناس تحب التمثيل، عادل امام ومحمد عمريدي طيب قاعد ياخذون فلوس، طيب ليش مو انت راضي؟ انا مثل اخوك الصغير يبي يمثل يا اخي، ليش ما تحمل تمثيل يا اخي؟ هذه مخرجات اليوتيوب، ورع دلوع واي تصرف يطلع منه. يا الله والله شوف يا نواف، تحمل المقطع اللي وقسم بالله تشوف الرجال ذا والله انه اذا شايف البث كامل والله ما يكتب التعليق، بالعكس ابو فله يعطي جو للمباراه. يعني اسالكم بالله شوفوا البث هذا، يعني هذه ركله جزاء، شوف هذه ركله جزاء، يا اقسم بالله انك شيخ يا حكم، والله انك شيخ. من دخلت المباراه وانا مكلمه قايل ضبط الامور، الوضع طقطقه، وش فيك شاده؟ الله اكبر عليك يا اخوي فارس العقيل. كلهم شادينها على الفاضي، واحد رجال يمزح وقبل كل شيء مباراه خيريه. اي والله ما ادري، يا جماعه خذوا الدنيا هداوه. اسمع انا عارف والله انا خذ الدنيا بهداوه يا الربع، والله حالات الواحد ماخذ الدنيا وناسه، اضحك تفرفش، بس لا تحكم. انا فاهم، اقسم بالله اني فاهم، انا مراعي الناس، اغلب الناس يشوفون اللقطه هذه بيعصبون. انا بطلع حكمه يا ربع، بسم الله. الحكمه تقول لا تحكم على كتاب من غلافه، لا الان في شيء جديد حبيبي، الكتاب خلص ايام، الان لا تحكم على الشخص او الانسان من مقطع قصير. يا مشرد يا عبد، واضح متربي في حانه، حتى بلد ما عندك يا حرام والله حرام يا اخي، ليش غلط يا اخي والله. يلا شوف هذا التعليق من وين جاي من نواف، انت وبست حقك الله يسامحك. طبعا بكل حياديه، من اكبر صانع محتوى مؤثر في الفتره الحاليه ولماذا؟ ما شاء الله شونق بندرتا وابو فله، التقييمات هي 78 شونق، بندرتا 36، ابو فله 5.3. صراحه يا جماعه والله يستاهلون بندرتا وشونق، والله افضل مني حاليا بالمحتوى اللي قاعد يسويه. تعال شوف بندرتا، شوفوا كميه المقاطع اللي قاعد ينزلها ما شاء الله السفاح، قبل يومين 5 9 11 13 2، يعني اخر شهر منزل 10 مقاطع، اقسم بالله انه سفاح. اخونا شونق حبيبي، انا 6 3 لا شونق حبيبي، هاي ولد شد حيلك نزل مقاطع اكثر. الا الحين نروح لمنو؟ نروح لابو فله، اخر شهر بس منزل مقطع واحد اللي هو امس، المقطع اللي قبل الشهر. اقسم بالله اني ما استحي، والله اني ما استحي. شوف الدعم والمقطع ومشاهدات يوم واحد 2.5، ترند الخامس 4 مليون لايك. قسم بالله ليش تقطع؟ عندك جمهور يحبك ليش؟ والله انا اسف يا جماعه، قسم بالله مع انكم تدعموني دعم خرافي، والله العلي العظيم لي 5 سنين 4 سنين بالتواصل وقاعد تدعموني دعم خرافي. جماعه 2 مليون فاصل 5 انا قاعد بالست اب ما قاعد اسوي شيء، فعليا انا قاعد بالست اب، ما قاعد اسوي شيء، والله نعمه الحمد لله. حسن حرام عليك لا تصير مثل اليوتيوبر اللي الناس دعموهم ونجحوا، وبعدين لما وصلوا يعني نجحوا سحبوا. ما راح اتكلم جماعه، خلوني ما احب اتكلم، لما تتكلم تطلع الطاقه الحماسيه اللي في داخلك، يقول لك واخذوا حوائجكم بالكتمان. ماني متكلم، انتظروا الجاي، خلونا نكمل التعليقات السيئه. بسم الله. سبحان الله، هذه نوعية من البشر أصبحت لهم قيمة أكبر وشهرة أكثر من الناس اللي يحفظون القرآن وطلاب العلم وأبناء. أخوي صلي على النبي، طلاب العلم وأبناء العلم اللي هم أنت وأنا وكلنا بإذن الله، ترى عندنا من العلم في الدين الحمد لله إن شاء الله، لا نصل لمن هم أكبر منا، ولكن يعني عندنا علم ومتأسسين صح. زين الناس اللي عندهم قيم دينية عالية وحافظين القرآن ما أدري شو، من قال لك إن هم هدفهم الشهرة؟ أخوي تعال حكم الشهرة، هل تعرف هي شنو؟ حكم طلب الشهرة في الإسلام فقد أبى أنها مكروهة، والشهرة التي لا يكون لها وراها فائدة تكون محرمة. الصحابة على أيام الرسول كانوا ينفرون من أماكن اللي فيها اجتماعات، ما ينفرون يعني يكرهون الشهرة. ليش؟ لأنها يتحمل مسؤولية أكثر، يتحمل مسؤولية. شوف المسؤولية اللي أنا بتحملها الآن، شوف السب اللي جاني والشتم اللي جاني، بس شنو؟ لو أرد بسب والشتم فمن الغباء، لو أرد بالهجوم بل أضحك وهذا الدرس خل قلبك كبير، عرفت؟ هذا كبير.
انا كرهتك جدا بعد القصة الشعر ذي، رغم انك كنت شاب كويس وملتزم شوية دينيا. ملتزم شوية دينيا. قبل كنت ملتزم شوية دينيا، الان انا مو ملتزم. اتوقع هذا اللي تشوفه. في البداية كنت يمكن مو ملتزم، يعني ايش عرف يا اخوي؟ ما انتم عايشين معي. دقيقة، مو شو اسمه محمد؟ محمد ما يكون حاط لي كاميرا هنا. محمد انتبه. محمد هذا البيت طاهر ويظل طاهر، انتبه. الله يقلع هالوجه الودر. وش فيك انت وجهك يا اخوي؟ والله وجهك جميل. على بالك بسب، وجهك جميل. الله يرزقني بهاللحية الطيبة والشنب الغانم هذا. تصرفاتك مخجلة كانت، ما اثقل دمك، بقيت اوفر وما تضحك، حلاقة لا تليق بمسلم، قزع. طيب بنهي الكلام اني اقول اولا رجعنا وعدنا من جديد باذن الله، وراح تشوفون مقاطع كثيره ان شاء الله. هذا اولا. ثانيا، الرساله اللي بوصلها بالمقطع هذا، والله اني اعرف انكم تحبوني. اسمع، اقسم بالله تقول انك تكرهني او تقول انك تكرهيني ماني مهتم. انتوا تحبوني، ولكن انتوا انا عارف انكم شنو، ان حبيتوا الورد هزيتوه فقاعد تهزوني. نعم قاعد تهزون الورد، والله اني عارف يا جماعه الخير، انا عارف انكم تحبوني. احنا مشكلتنا ما عندنا اسلوب، فانا والله متقبل كل الرسائل اللي جت، الا السبات اللي شتمت اهلي واللي دخلتهم بعرضي، وهذا شيء غلط. وهذول الناس شنو الله يهديهم، وراح نلاقيهم بالمجتمع وهم ناس يعني الله يهديهم، الله يهديهم ويهدينا ويهدينا جميعا. ومن ناحيه التعليقات الباقيه كلها جميله. والله انا بالعكس، انا شنو عندي هنا في المخ، عندي فلتر عندي، اي كلام يوصل لي يفلتر وياخذ المفيد ويطلع الغير مفيد. ودائما المفيد يكون شنو، رسالته الطيبه الجميله، حتى باسلوب السيء. في اساليب سيئه، بس شنو في بالقلب نصيحه يبي يعطيك اياها، ويعطيكم الف عافيه يا جماعه، ونصايحكم في محلها. وان شاء الله يا جماعه اني باذن الله السنه هذه ما نكون مستفزين وما نكون مكروهين، وان شاء الله ما نكون يعني. ليش هدينا؟ ليش؟ اسمع، ليش شاتها؟ اخي روقها شويه يا اخي، هدي الامور شويه. عرفت شلون هدي؟